قلب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وستر من رب العالمين. ايه القرنبيط وايه البطاطس وايه البتنجان وايه الحاجات اللي انت بتقطعها دي كلها؟ انا هقولك على الوصفة دي، هي اللي هتنفعك في رمضان بإذن الله، هتشرفك في اي عزومة. احتفظي بالوصفة دي كده وخليها عندك لرمضان. هتحطي جنبها شوية كفتة، هتحطي جنبها شوية سلطات. خلاص انت كده عملت عزومتك وجهزت سفرتك بمنتهى الشياكة. وكله في حلة واحدة، أحلى حاجة فيها إن كله في حلة واحدة. أنا كده قطعت قرنبيط وقطعت بطاطس كله شرايح كده يا جماعة، وقطعت بتنجان ورشيت عليه شوية ملح عشان يطلع كل العصارة اللي فيه. ودي دجاجة حلوة كده كبيرة، تكون عندك فرخة كبيرة حلوة كده، قطعيها قطع ما تخليهاش اربع علشان تبقى كويسة معاك. هنحمر كل الخضار اللي احنا قطعناه ده. انا حاطه طاستين على البوتاجاز عشان كنت خلاص الوقت اتأخر وكنت عايزة الغدا، فقلت انجز وقتي يعني. هتحمري كل الخضار وهتحطيه على جنب، واحدة واحدة مع بعض يا جماعة. هي هتتعبك شوية في التحمير، بس بعد كده هتبقى معاكي وصفة ممتازة. وانت عارفة هتعتمديها كمان في الأيام الشتوية اللي احنا فيها دي. هتقلبيها كده على صينية واحدة بألف هنا وصحة انت وأولادك، وكلكم هتتلموا على الصينية. هتيجي تقومي تغسلي المواعين مش هتلاقي إلا الحلة اللي هي فيها المقلوبة دي. دي اسمها مقلوبة يا جماعة. اللي احنا هنعملها ديت اسمها مقلوبة، عايزة تسميها مقلوبة، عايزة تسميها خضار كله ببعضه في حلة واحدة، عايزة تسميها زي ما تسميها، بس هي في الأساس اسمها مقلوبة. وبكده خلصنا الخضار بتاعنا كله، وتحمري الفرخة بتاعتك كويس جدا. شوفي انا محمراها ازاي، اكن انتي يعني هي نية يا جماعة بس حمريها حلو يعني. وهتجيبي في ارضية الحلة البصل اللي احنا حمرناه، وبعد كده هتحطي فوق منه الطماطم، وبعد كده هتحطي البطاطس، وزي ما انا حاطه كده والقرنبيط. اما البتنجان ده هتحطي داير ما يدوب. عفوا يا جماعة، الجرس كان بيضرب، رحت شفت مين ورجعت لكم تاني. وصلتوا معايا لغاية هنا؟ تمام تمام. رصينا كل حاجة كده في قاع الحلة. هتحطي الصدر بتاع الفرخة تحت، لأن الصدر هو اللي بياخد سوا شوية عن الورك، احنا عارفين الورك بيستوى بسرعة، فهنخليه على وش الحلة من فوق. هتجيبي الرز بتاعك بقى، كمية الرز اللي انت عاوزاه. ده كان كيلو رز. هتبهري الرز بتاعك بجميع البهارات اللي عندك، توم باودر، بصل باودر، بابريكا، كركم. لو عندك شوية زعتر هينقلهولك في حتة تانية خالص، بس انا ما كانش موجود عندي زعتر دلوقتي فاستغنيت عنه عادي. وهتحطي ورقتين لوري كده في أرضية الحلة، وتمسكي الرز بتاعك تبهريه وتدعكيه بالبهارات كويس جدا والملح بتاعه كويس كده. وهتحطي ربع الكمية في أرضية الحلة، وترجعي ترصي الخضار تاني، وهترجعي تحطي ربع تاني، وهترجعي تحطي آخر حاجة على الوش بقى شوية الرز اللي باقيين. يعني شوفي حتى الورك أنا حطيته فوق اهو زي ما أنا بقولك. خلي دايما الوراك والأجنحة والحاجات اللي هي بتستوى بسرعة. يعني الصدر بيبقى لحمته شديدة شوية، فاحنا بنحطه تحت. شوية الرز اللي هما الآخر دولت كده حطيتهم على الوش، وهتزودي المية بقى. لو ما كنتيش قلبتي الملح بتاعك على الرز هتحطيه زي ما انا حطيته كده، بس انا بس لو قلبتيه مع البهارات على الرز خلاص استكفي، وما تحطيش ملح خلاص على كده. احنا عارفين ان كل كوباية رز مصري لها كوباية مية. حط معيار المية بتاعك مظبوط، وهيبقى بالفلفلة والطعامة والريحة اللي كانت جايبة لآخر الدنيا كده. خلاص المقلوبة بتاعتنا استوت. تغلي، هتهدي عليها النار شوية تدريجيا لغاية ما تتردد معاكي، يبقى خلاص كده استوت. اخدت منك قد ايه على البوتاجاز؟ ساعة ونص. قعدت ساعة ونص على البوتاجاز يا جماعة. أول ما غلت هديت شوية، وبعد كده خلاص على كده. بخبط على حلة عشان انزلها. بس انت لو عندك حلة تيفال يبقى احسن من دي بكتير، او جرانيت. الألمونيا دايما بتخلي الحاجة تلزق فيها شوية. الله على الجمال يا جماعة والريحة والطعم اللي كان مجننا واحنا بناكل الصراحة. هتعملي الوصفة دي وهتعتمديها على طول. خلصنا الأكلة بتاعتنا، خلصنا مع فيديو جديد إن شاء الله. مع السلامة، باي.